عارفين ايه اكتر حاجة بنظلم فيها نفسنا وبندي فرصة لكل الناس فيها ما عدا نفسنا؟ هو ده موضوع الحلقة النهاردة. هلو من نص الدنيا الحلوة، انا دينا الحداد، وهدفي من البرنامج ده ان انا اوصل كل واحد لاحسن نسخة من نفسه ويكون مؤثر في المجتمع والناس اللي حواليه بالايجابية طبعا. طيب، موضوع حلقة النهاردة هنتكلم على، او اللي خلاني اعمل حلقة النهاردة، هو سؤال من واحدة كانت بتاخد رأيي فيه. والمشكلة ان البنت دي كان سنها الى حد ما مش صغير ومش كبير، اللي هو كبير اوفر يعني حاجة 30. انا بشوف ان السن اصلا مش بعدد، يعني العمر مش بعدد السنين على قد ما هو بعدد النضج. انت بقيتي ناضجة بكام في المية، بقيتي ناضجة كام سنة. فممكن تكون تلاقي واحدة مثلا 19 18 سنة وتلاقيها بتفكر كويس ودماغها كويسة وعندها احلام وعندها تعرف تقول لا وتعرف تاخد قرار مش عارفة ايه. في حين انت ممكن تلاقي حد عندها حاجة و40 حاجة و50 سنة وان هي ما مش بتعرف تاخد قرار، والقرار قراركم وانتوا اللي قرروا وانتوا اللي اعملوا، ومش بتعرف تاخد اكشن في حياتها. فاللي خلاني اعمل الحلقة بتاعت النهاردة هي اني في بنت كلمتني وكانت بتاخد رأيي في حاجة. والبنت دي زي ما قلت لكم حاجة و30 سنة، وكانت بتقول لي يا دينا انا كنت بحب ولد او ستيل بحب ولد، والولد ده عمل فيا قبل كده وعمل 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 وغلط وخني وطلع ونزل. وكل مرة كان بيجي لي وانا كنت بسامحه، وانا كنت من كتر ما انا بحبه وهو بيعرف يدخل لي كويس جدا جدا جدا. فانا ما عنديش اوبشن تاني بجد كنت اعمله، وكنت بسامحه وكنت بديله فرصة تانية. لحد لما وقفت كده وحسيت انه لا، لا، لان مش كل الناس في حياتنا تستاهل فرصة تانية. حسيت ان انا محتاجة اتكلم معاك في الموضوع ده، يعني حسيت ان انا محتاجة اتكلم في مين يستاهل فرصة تانية ومين ما يستاهلش. طب هي اللي اديته اكتر من فرصة، اديته فرصة تانية وتالتة ورابعة وخمسة وستة، هو اصلا ده اوبشن ولا لا؟ هو انا شايفة ان الفرصة التانية بتتاخد بعد الفرصة الاولى، والفرصة التانية بتتاخد لما اصلا الشخص يكون مقدر الفرصة الاولى. لكن اللي مقدرش الفرصة الاولى مش هيقدر الفرصة العشرة، مش هيقدر الفرصة التانية والتالتة والرابعة زي ما هو عمل. فحسيت اني محتاجة اقف كده شوية معاكم واقول لكم لا يا جماعة، لا، ان مش كل الناس بجد تستاهل فرصة تانية. هي الفرصة التانية بجد دي تستاهل للناس اللي فعلا غلطت، وفعلا هي عندها رصيد كبير قوي معانا من ان هي ما غلطتش، وان هي جميلة، وان هي بتعمل لنا كل اللي احنا نفسنا فيه، وبتعمل لنا كل الحاجات اللي احنا بالنسبة لنا لا دي لا، مثلا انا مش بحب كده، او انا مش بحب حد يكلمني كده، او انا مش بحب الطريقة دي، او انا مش بحب الاسلوب ده، او وهي محترمة كل ده، وجد غلطت غلطة ينفع نسامحها عليها، ينفع نسامحها. لكن ما ينفعش يكون شخص رصيده معايا قد كده وغلط 100,000 غلطة قبل كده، وأنا سكيب 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 وعديت، ويجي يغلط غلطة تانية يقول بقى لا أنا هديله فرصة تانية. لا، والله ما هيقدرها، والله ما هيقدر. خلاص هو بعد كده هيعرف ان هو هيغلط، وعارف دخلتك وعارف طريقتك وعارف انت تحبي ايه وعارف بتحبي هدايا ايه، وهيجي يقف لك تحت البيت ولا ومش هينفع، واللي بينا واللي حصل واللي جرى، ولو متجوزين بقى احنا اللي بينا قد ايه واحنا عشرتنا قد ايه، ولو بينا اطفال احنا عندنا اطفال مش عارفه ايه، وهيخدش لك من حتت انت هتضعفي. ولما تضعفي هتوافقي، ولما توافقي مش هيبقى عندك كرامه، مش هيبقى عندك حياه، مش هيبقى عندك لازمه، مش هيبقى ليكي لازمه، مش هيبقى ليكي لازمه بجد. خلاص انا هغلط وهعمل اللي انا عايزه وانا هعمل اللي انا مش عارفه ايه. خدوا بالكم انا مش بتكلم برضو على الولاد بس، في بنات بتعمل نفس الحاجات. يعني انا بحب طبعا البنات طبعا ودول جوه قلبي، بس بس لا، في بنات يا جماعه اكيد كلنا بنشوفهم. لا، لا، هم فظاع، هم فظاع بجد. بتكون مثلا بتعرف او بتكلم او مسستمه او بتعمل مصايب، وقدام الشخص اللي هي بتحبه هي ملاك بريء، وتقنعه ان هي ملاك بريء، وتكون مش عايزه اتكلم كلام وحش، بس بتكون اللي هو يعني لا انت ما انت مالكش لازمه في حياتها. بس هي حطاك بقى استبن، حطاك ايا كان، حطاك ما بتحبكش، ايا كان بقى انت وظيفتك ايه، بس هي ما بتعمل مصايب وفي الاخر انت مش عارف حاجه وانت مبسوط. فمش بتكلم على بنات وولاد، بس بتكلم على مبدأ الفرصه التانيه. بتكلم على بجد ان اللي يستاهل فرصه تانيه هو اللي قدر الفرصه الاولى،
هو اللي اتغير فعلا، هو اللي قلنا لا على ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده واتغير فعلا، هو اللي ما خذلناش، هو اللي بجد 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 يستاهل حبنا ويستاهل وجودنا في حياته، ويستاهل ان احنا نكون جنبه ومعاه وسبورت وبنساعده وكل حاجه في الدنيا. ده اللي يستاهل الفرصه التانيه. والفرصه التانيه مش بتتاخد دايركت، يعني مش بتتاخد على طول، مش بتتاخد اللي هو انت عملت حاجه غلط، عملت حاجه انا بالنسبه لي دي ريد لاين، او بالنسبه لي دي انا مش موافقه عليها، او انا مش عايزه، او انا مش هعرف اتخطاها لو انت عملتها، وانت جيت عملتها. واول لما تقولي كده، تقولي انا اول مره اغلط، انا اول مره اعمل مش عارفه ايه، انا اول مره اعمل حاجه تضايقك، فانا المفروض بقى اقف عشان هو اول مره يعمل حاجه تضايقني فانا هسامحه؟ لا، 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 لازم يتعب بجد، لازم يتعب ويعرف قيمتك ويلف حوالين نفسه كده عشان ترضي تصالحيه، عشان ترضي يبقى في حياتك، عشان ترضي يبقى معاكي، عشان انت ترضي. ما يبقاش بقى عشان هو اول غلطه فخلاص. لا يا حبيبتي، لو انت صالحتي، او لو انت وافقتي، او لو انت تخطيتي الموضوع وعديته عشان هو اول مره، او عشان انت بتحبيه، او عشان صعبت عليكي، او عشان صعب عليكي، او عشان ايا كان، الموضوع هيتمادى، ومش هتبقى فرصه تانية، هتبقى في فرصه ثالثه، وفي فرصه رابعه، وفي فرصه خامسه. انا بشوف ان مفيش حد او مفيش كلمه بتتقال ان هي فرصه ثالثه. يعني هي دايما اديني فرصه تانية، ماشي، هي فرصه معناها اصلا فرصه تانية، يعني بعد الفرصه الاولى، اللي هي الفرصه الاولى دي وجودك في حياتي، جاست ان انت خلاص عديت وجودك في حياتي وعملت حاجه انت عارف ان الحاجه دي ممكن تخرجك من حياتي، وانا اديتك فرصه تانية وانت برضو ما احترمتهاش، يبقى مفيش داعي لفرصه ثالثه. مفيش حاجه اسمها فرصه ثالثه. فرصة تالتة بقى دي بتتاخد في حاجات بسيطة قوي قوي قوي، منها وجود أطفال. أنا بشوف إني لا، وجود أطفال محتاجين نفكر مرة كمان، بس مش معناه ان انا اديته فرصه برضه تانية وتالتة ورابعه وهو بيعمل نفس الحاجه بس هعيش عشان ولادي. لا، لو انا البيت اللي انا عايشه فيه في مشاكل طول الوقت، وفي حاجات طول الوقت غلط، وفي حاجات طول الوقت انا مش سامحه بيها، او هو مش سامح بيها، او ايا كان بقى مين اللي غلطان، وانا بعدي عشان ولادي، لا، انا بالنسبه لي اخد ولادي واعيشهم في بيت انا فيه لوحدي، بس بيت هادي، بيت ما فيهوش مشاكل، ما فيهوش خناق، ما فيهوش صوت عالي، ما فيهوش زعيق، ما فيهوش كلام خارج، ما فيهوش حد داخل وحد خارج بيصلح بين بابا وماما، ما فيهوش زعيق وماما بتزعق لبابا، بابا بيزعق لماما وبنتخانق والولاد اطفال لسه يعني مش فاهمين حاجه. لا، انا اقعدهم في بيت لوحدهم، انا معاهم بقى، او ايا كان باباهم معاهم، بس بيت يكون هادي، بيت يكون يصلح ان هو يكون فيه اطفال، بيت يكون في حب، في امان، في استقرار، في انا عارفه اديهم اللي انا عايزاه، مش عماله افكر فهو عمل ايه وهي عملت ايه واللي حصل واللي جرى والولاد اصلا مش في دماغي. دي من حقنا نفكر في فرصه ثالثه فيها. لكن لو انا الموضوع بايظ زي ما انا قلت لكم، لا، انا اعيش لوحدي احسن، اعيش مع ولادي مع نفسي احسن بالنسبه لي، بيتي يكون بجد في حب للولاد. لكن مش عشان ولادي وانا ساكته، وعشان ولادي وعشان مش عارفه ايه وعشان مش عارفه مين. عايزه اقول لكم على حاجه، بشوف حاجه كده، انا مش عارفه هي صح ولا غلط، بس انا بشوفها، يعني انا بشوف اني مثلا لما يبقى في حد قدامي كبير ويقعد يقول مثلا انا ضحيت علشان ولادي، وانا عملت عشان ولادي، وانا عشت لوحدي عشان ولادي، وانا مش عارفه ايه، بحس يعني انا حصل قدامي موقف كده قبل كده، والولاد كانوا كبار بقى، يعني كبار حاجه و20 مثلا سنه، وانا ضحيت عشانكم وانا عملت عشانكم، وكانوا بيتخانقوا خناقه كده ظريفه قدامنا. ف لقيت في ولد منهم بيقول لها انت ما عملتيش حاجه زياده، انت عملتي اللي اي ام بتعمله. فاستوقفني الموقف كده، وحسيت ان جزء منه كبير صح، يعني طبعا هو بعيدا ان هو قليل الذوق، بس حسيت ان انت وظيفتك كأم، او انت مجرد ما تبقي خلاص انت داخله على امومه، انت هتضحي كده كده، انت كده كده هتضحي عشان ولادك، وده الطبيعي، انت ما بتعمليش حاجه زياده. عشتي بقى لوحدك، عشتي من غير بقى اب، عشتي من غير زوج، بعد كده ما اتجوزتيش تاني، قررتي ان انا لا، انا هعيش لاولادي مش هشتغل، ايا كان نوع التنازل اللي اتنازلتيه، بس انت ولادك لما يكبروا مش هيقولوا مامي كانت سوبر وومن عشان قعدت عشاننا، في الاخر هيتجوزوا وهيعيشوا حياتهم والدنيا هتبقى تمام، وانت هتبقي لوحدك في الاخر. مش بكلمكم علشان اقول لكم مين عمل ايه، بس بكلمكم ان في حته كده
لما نضحي عشان، حتى لو عشان ولادنا، لما نضحي كتير او لما نضحي بحاجات هي مش المفروض اضحي بيها، او المفروض على الاقل احاول اعمل بالانس ما بينها. هنا بقدر اوكي، يعني هنا بقدر اخلي فيه بالانس على قد ما اقدر، احاول اخلي فيه بالانس، احاول اخلي فيه توازن بين ان انا ولادي وبين شغلي مثلا، بين ولادي وبين جوزي، بين ولادي ومش عارفه ايه. هيبقى فيه، انت كنت تعملي حاجه لنفسك وكنت تعملي حاجه للولاد. لكن ان انا اكون كل حياتي علشان حاجه واحده، ممكن يجيلك وقت كده وتحسي ان انت ندمانه. انا ضيعت عمري، طب انا ما عملتش حاجه لنفسي، طب انا ما اشتغلتش وعملت كارير، طب انا ما اتجوزتش وعشت حياتي، طب انا ما سافرتش واتبسطت، طب انا مش عارفه ايه، طب انا كل حاجه كانت بتجيلي كنت بقول عليها لا عشان الولاد. ماشي جميل، وام تحفه وقمر، بس برضو هيكبروا، هيبقى خلاص هو ده كان الطبيعي، وهو ده كان انت كأم كنت المفروض تعملي كده، وهم شايفين كأي حد بره الام لازم تضحي، والام فالتوازن دايما بيبقى حلو قوي في الحته دي. مش عارفه ليه دخلتكم في الحته دي، بس حاسه اني حسيت اني عايزه اقول لكم اني مش دايما لازم نضحي، او مش دايما لازم نيجي على نفسنا، مش دايما لازم نقعد نستحمل حد عشان ولادنا عشان ولادنا عشان ولادنا، وهنعيشهم في الاخر في مشاكل، وهيطلعوا معقدين نفسيين، وهيطلعوا عندهم مشاكل نفسيه كتير قوي، في الاخر هنقعد نعالجها او هم هيقعدوا يعالجوها مع نفسهم. بس في الاخر، عشان في الاخر هتقولي عشان ولادي، لا انت ولادك ما ربيتيهمش صح. انت كان بالنسبه لي تروحي تعيشي مع نفسك، او هو ياخد الولاد ويعيش مع نفسه ويطلعهم في بيئه صحيه احسن مليون مره ما كنتوا عايشين مع بعض، وكل يوم بينكم مشاكل، وكل يوم بينكم خناقات، وكل يوم ناس داخله وناس خارجه تصلح ما بينكم. ده مش صح. دايما 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 بقى بندي فرصه تانية للناس، ونيجي لحد عندنا ولحد نفسنا نقول لا 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 خلاص انا فشلت، انا مش هعرف، انا مش هينفع، انا اتاخرت قوي في الموضوع ده، انا مش هينفع اخد قرار، خلاص انا مش عارفه ايه، خلاص انا اللي حصل حصل، خلاص انا مش هحاول مره كمان، خلاص انا مش ليه؟ ليه يا جماعه؟ ليه بنيجي لحد نفسنا ونبقى قاسيين، وبنبقى مش قادرين نبقى قاسيين على الناس اللي بنحبها؟ يعني ليه لحد نفسنا لا هاجي على نفسي شويه، لا هديله فرصه تانية، لا انا مش مقتنعه من جوايا 100%، بس عشان انا بحبه فانا هضغط على نفسي واديله فرصه تانية. ولما اجي ادي فرصه تانية لنفسي اقول لها لا مش هديكي فرصه تانية، انت خلاص مش هتنفعي، انت خلاص مش هتجربي، انت خلاص مش حدش هيتقبلك، انت خلاص محدش هيستحملك، يا لسه تبداي مع حد من الاول، يا لسه تبداي في شغل من الاول، لسه تبداي في كارير من الاول. ما تبداي من الاول، ما تبداي، ايه مشكلتك؟ يمكن تطلعي بتعرفي بجد، يمكن الحياه التانية تبقى احسن، يمكن اللي ربنا كاتبه احسن من اللي انت شايفاه قدامك، يمكن المحاوله التانية تبقى احسن بكتير من المحاوله الاولى، يمكن الخطوبه الجايه تبقى احسن بكتير من الخطوبه اللي انت فيها دلوقتي، يمكن العلاقه اللي جايه تبقى احسن بكتير من العلاقه التوكسيك اللي انت فيها ومش عارفه تخرجي منها. ليه؟ ليه؟ وليه رابطين نفسنا بالعلاقات؟ يعني ليه رابطين نفسنا بان لازم يكون في شخص انا بحبه في حياتي، لازم يكون في شخص انا متعلقه بيه، انا ما بعرفش اعيش من غير مش عارفه حد يقول لي صباح الخير بحبك مساء الخير بموت فيكي. ماشي جميل، والله في حد كويس اوكي مع يا سلام، ما فيش احلى من الحب، مفيش حد كويس، مفيش حد كويس، مفيش حد يستاهلنا نقفل الباب، سلام عليكم وعليكم السلام، نقفل الباب، انا ماشيه راح ادور على نفسي، الاقي نفسي ادور على هوايات جديده اعملها، ادور على اماكن جديده اروحها، ادور على شغل جديد اتعلمه، كورس جديد اخده، ادور على نفسي، اقضي وقت اطول مع عيلتي، وقت اطول مع صحابي، وقت اطول مع ايا كان، مع حالي، ابقى عارفه انا عايزه اعمل ايه، اكبر في شغلي، اكبر في بيتي، لو انت متجوزه ايا كان، تكبري الحاجه اللي انت فيها، تستثمري في نفسك، تستثمري في ولادك، تستثمري في الحاجه بجد اللي انت تستاهل بجد تعب منك. وسيبك من باب العلاقات ده دلوقتي، سيبك منه، هيتفتح في وقته، هيتفتح في وقته، هيجي لك حد او هتقابلي حد في الظروف اللي انت بتدوري فيها، او في الظروف اللي انت بتعملي فيها اكتيفيتي، او في الظروف اللي انت بتدوري فيها على كورس، او الظروف اللي انت بتطوري فيها نفسك، هتلاقي حد بيطور نفسه، هتلاقي حد عايز ينجح، هتلاقي حد بيطور ولاده، هتلاقي حد شبه ظروفك. ما اللي يخلي حد في نفس المكان اللي انت فيه ده حد بيدور على نفسه، ده حد بيحب نفسه، ده حد عايز يعمل حاجة كويسة لنفسه، ده حد مدي نفسه فرصة تانية يلاقي نفسه. لو انت مش عارفة تعملي كده ومعلقة كل حياتك على يا ترى قاعدة قدام الباب بتاع العلاقات، ترى مين هيخبط ويدخل،
يا ترى مين اللي جاي، يا ترى مين اللي هيعمل، يا ترى مين اللي مش عارفه ايه. انا قاعده طول الوقت مستنيه، واي حد يدخل بقى يلا السلام عليكم وعليكم السلام، نجرب، ها نديله فرصه، ها يمكن يبقى كويس، ها يمكن مش عارفه ايه، هقف جنبه هساعده طاقتك، طاقتك يا حبيبتي، طاقتك دي ليها ليميت وبتخلص. انت لما تبقي طول الوقت مضيعه طاقتك في باب واحد، عمرك ما تعرفي تبصي على البيبان التانيه، عمرك ما هتعرفي تبصي على باب نفسك، عمرك ما هتعرفي تبصي على ان ازاي ادي فرصه تانية لنفسي، ازاي اتعلم، ازاي اتطور، ازاي اعرف اقول لا لحد مش مناسب، ازاي اعرف اقول لا، ازاي اعرف اقول لا مش هديك فرصه تانية، لا انت ما احترمتش الفرصه الاولى، لا انت خذلتني، لا انت زعلتني، لا انت مش عارفه ايه، لا 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 اي حاجه مش مناسبه بالنسبه لي، لا لاي حاجه خذلتني، لا لاي حاجه وجعتني، لا لاي حد بيضايقني، لا لاي حد بيكسرني، لا لاي صاحبه بتقلل من احلامي ومن طموحاتي وبتقعد تضحك وتهزر، لا لاي واحده بتحب تبقى هي الديزا وهي البنت الجامده جدا في القعده وكل الناس مهتميه بيها ومخليه الباقي ملوش لازمه، لا قومي من القعده لو مش عاجباكي، صاحبتك اللي مش عاجباكي اقطعي معاها، قريبتك اللي مش عاجباكي وما بتتكلم عليكي وحش في ظهرك وانت عارفه بتضحك قدامك ما تتكلميش معاها، لو قاعده في مكان ما تقعديش فيه. قولوا لا، قولوا لا لكل حاجه مضايقاكم يا جماعه، لو انتوا ما قلتوش لا هتفضلوا تيجوا على نفسكم، هتفضلوا تستحملوا غصب عنكم، هتفضلوا مش عارفين تدوا فرصه تانية لنفسكم. فوقوا لنفسكم واعرفوا قولوا لا دلوقتي، عشان في وقت بيبقى لما اجي اقول لا هيبقى صعب، هيبقى عندي مسؤوليات مش مخلياني عارفه ولا قادره اقول لا، هيبقى عندي مسؤوليات مش مخلياني عارفه ابص لنفسي ولا اشوف انا عايزه ايه ولا بعمل ايه ولا هسوي ايه ولا في حياتي اللي جايه فيها ايه ولا. اعرفوا تقولوا لا من دلوقتي في حياتكم، رتبوا وظبطوا دنيتكم ودماغكم وعقلكم اللاواعي من دلوقتي على ان هو يوافق على ايه ويرفض ايه، عشان بعد كده تبقوا عارفين انتوا عايزين ايه. ربنا يحقق لكم كل اللي انتوا نفسكم فيه، وحاولوا حاولوا حاولوا تقعدوا مع نفسكم مرة كمان وبجد تدوها فرصة تانية عشان هي تستحق فرصة تانية.